بتأثر على سلوكه من حيث التأثير الضار والتأثير النافع. لكن أحيانا بيكون التأثير الضار ده مش واضح الخطورة، يعني ما بشوفوش بعيني، واحنا يعني بطبيعتنا كبشر مش بنصدق إلا لما بنشوف الضرر أمامنا. يعني زي مثلا كده لما يكون في تحذير من دواء معين أو تحذير من سلوك طبي معين، فطالما المريض ماشي على رجليه فكده الدنيا تمام وكأنه مفيش ضرر. كذلك عشان ما أطولش على حضراتكم، التأثير المميت والتأثير اللي بيغير السلوك لعمل، يعني بيؤدي إلى سلوكيات غير نافعة، خاصة وموضوع النهاردة موضوع الموسيقى، وتحديدا موسيقى الراب. وطبعا احنا دايما ماشيين بمبدأ الأمانة ان احنا نسند الأمر لأهله. ففرصتنا العظيمة وشرف كبير لي أن يكون معايا الدكتور عمر عبد الستار الكردي، عضو هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي. وطبعا هو هيقول لنا التخصص بتاعه مظبوط. ربنا يزيده إن شاء الله من العلم، ودايما نتعلم منه وناخد من العلم بتاعه ونفيد المجتمع. أهلا بحضرتك يا دكتور عمر. اهلا وسهلا دكتور يوسف، اهلا وسهلا بحضرتك يا باشا. دكتور عمر عبد الستار الكردي، مدرس الموسيقى العربية وآلة العود بجامعة جنوب الوادي بقنا. اولا انا بشكر حضرتك على الموضوع، اختيار الموضوع المهم جدا ده، اللي هو القضية الحالية اللي هي الحفلة اللي كان هيقيمها المطرب الراب الامريكي ترافيس سكوت. يمكن في البداية لازم نعرف الجمهور حضرتك يا دكتور يوسف نعم. بأصل موسيقى الراب، أو إيه نشأت فين، وإيه معنى موسيقى الراب، وإيه خطورة الموسيقى دي، ومين هو ترافيس سكوت، وليه عايز يعمل حفلته في مصر، وهل اتلغت ولا ما اتلغتش، نعم. وإيه تأثير الموسيقى الراب دي على العقل وعلى السلوك وعلى العواطف، وإيه خطورة ده لو اتعمل في مصر. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سيدنا ومولانا رسول الله. نبدأ نعرف الجمهور المستمعين الكرام بمعنى موسيقى الراب. الموسيقى يا دكتور يوسف حضرتك عندنا بتكون من عنصرين، تمام. عنصر النغم حضرتك وعنصر الإيقاع. موسيقى الراب بقى يبقى الموسيقى من عنصرين، نغم وإيقاع. موسيقى الراب بتتكون من شعر وإيقاع، يعني ما فيش نغم، ما فيش نغم، شعر وإيقاع. يعني المطرب الراب بيوقف زي كده، مغني الراب ما هوش مطرب، بيوقف مغني الراب يؤدي كلمات متناثرة، شعر متناثر وبإيقاع معين وخلاص، ما فيش أي لحن في الموضوع. تمام. ده معنى كلمة موسيقى الراب، وهي موسيقى معتمدة على الإيقاع وعلى التكنولوجيا الحديثة فيها في الأداء. نيجي بعد كده لأصلها فين. هي أصل المنشأ أصلا في أفريقيا، يعني قبل أمريكا ما تكتشف. أمريكا عمرها نقدر نقول عمرها أمريكا 200 سنة أو 200 وعدة عقود بسيطة. موسيقى الراب اكتشفت أصلا في إفريقيا، ما هياش أصلا في أمريكا. المطرب بقى اللي معانا ده اللي هو محور الحلقة، الموضوع اللي هي حضرتك جو عليه، موسيقى الراب، ترافيس سكوت. ترافيس سكوت ده مطرب أمريكي يا دكتور يوسف، ما اشتهرش غير من 2015 ل 2023، وبدأ هو بموسيقى الراب بتاعته دي اللي هي زي ما قلنا ما هياش فيها، ما فيهاش ألحان، عبارة عن موضوعات أو كلمات متناثرة، وكمان فيها إيحاءات جنسية، إيحاءات جنسية، وفيها معاني وكلمات ممكن تشجع على القتل والدم. وده اللي حصل معاه في 2010 لما قتلوا في الحفل بتاعه حوالي 11 فرد أو 10 أفراد في الحفل بتاعه، وقال لو توقفت عن الغناء أنا نفسي هموت. هو قال كده لو توقف عن الغناء. فدي خطورة الموسيقى الراب وخطورة هذا المطرب اللي ليه عايزين يعملوا الموسيقى بتاعته في مصر في الوقت ده ليه. طب هل في تفسير مثلا للرد بتاعه لو هو مثلا توقف عن الغناء ممكن هو نفسه يموت؟ هل مثلا بيستخدموا في هذه الكلمات او بالتحديد هذا المطرب
كلمات مثلا زي تعويذات او كلام من الجن والسحرة والكلام ده، لان الوضع مش غريب يعني مش طبيعي، يعني بيتعدى التأثير السلبي بتاع الموسيقى الراب. يعني الموسيقى الراب نفسها ليها تأثيرات سلبية حضرتك يعني هنستفيد من حضرتك منها، بالإضافة إلى التأثير السلبي في المطرب ده نفسه أو المغني ده نفسه إن صح التعبير. فيعني استخدام هذه التعويذات واستخدام هذه، يعني هل في كلمات معينة بيستخدموها نجوم الراب؟ أحيي حضرتك على النقطة دي ونبدأها من أولها، اللي هي تأثير موسيقى الراب والطقوس الشيطانية اللي بيعملها المطرب ده في حفلاته. موسيقى الراب تأثيرها على العقل والدماغ، زي ما حضرتك عارف إن الموسيقى الصاخبة بتؤثر على العقل وبتعمل على زيادة هرمون الأدرينالين، وده طبعا مسؤول عن التوتر ده بيؤدي للتوتر الشديد. وما دام الإنسان توتر مش هيبقى مدرك فعله وسلوكه، يبقى بتأثر على العقل، بتأثر على السلوك، برضه بتأثر على العواطف لأن فيها كلمات وإيحاءات جنسية. ده اللي هو إيه؟ ده اللي هي الكلمات اللي يعني هو المشكلة كلها برضه في الكلمات يا دكتور يوسف. نعم. وزي ما قلت لحضرتك الأداء بتاعه فيه مشكلة. تمام. خاصة انهم دكتور بيستخدموا يعني كل اللي بيحب موسيقى الراب او بيغنيها او بيعملها على الكمبيوتر بيعتمدها دايما ان هو بيرد بيها على الخصم بتاعه، يعني ما بتستخدمش في الامور العادية، يعني مش زي الاغاني الوطنية ولا اغاني خصومات يعني. وحفل دم وبيبقى خصومات ومشاكل وافعال وسلوكيات خاطئة كلها، ما فيش منفعة خالص من وراء موسيقى الراب، يعني كل هدفها خصومات ومشاكل ودم وقتل وزنا ومش عارف ايه ومخدرات وشرب مخدرات، تناول المخدرات ده اساسي في الموضوع. نعم. لانه بيذهب العقل يعني. فحضرتك اثرت نقطة مهمة اللي هي الشعوذة. فما دام العقل تغيب تماما من خلال تأثير الموسيقى على الدماغ، بقى الموسيقى الصاخبة بتأثر على الدماغ، زي ما حضرتك برضو ذكرت أن الموسيقى تأثيرها على المدى البعيد، لما تكون موسيقى صاخبة بتأثر على المدى البعيد على العقل. فهو دلوقتي ممكن الشعوذة تدخل في الموضوع، الشعوذة والأفعال الشيطانية بتدخل في الموضوع. الإنسان ما دام تغيب سلوكه هيروح لحتة تاني خالص في أي شيء، شعوذة بقى وسحر خلاص أي حاجة مع أي سلوك خلاص، وإيقاعات كفيلة إنها تزود هرمون الله يفتح عليك الأدرينالين بالظبط. فده طبعا زي ما انتم يعني سامعين معانا الدكتور بيتكلم عن الأضرار بتاعت الموسيقى. احنا مش التحذير يا جماعة أو موسيقى الراب تحديدا اللي في هذه الحفلات وفي حفلة السكوت ده تحديدا، مش بس قصة الموسيقى حرام ولا حلال، لا ده الموسيقى نفسها مش بتكلم في دي، مش بتكلم انه الحفلة دي حرام. يعني الموسيقى وعلم الصوتيات احنا بنرتاح نفسيا لما بنسمع المبتهل، يعني ما حدش يقدر ينكر تأثير الموسيقى على الوجدان، يعني ما اقصدش التأثير الجميل والتأثير الإيجابي اللي بيخلي الإنسان يعيش يعني حياة طبيعية.